وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات على نياتكم ترزقون مع عصة تاريخ. دايما الخير والشر هم في صراع في وجدان الإنسان. هل الخير بينتصر في الآخر أو الشر هو اللي بينتصر؟ وهل فاعل الخير بيكون جزاؤه دايما خير؟ نظرية محتاجة مننا إن احنا نتأملها بعين البصيرة. النهاردة هنتكلم عن شخصية عملت خير كتير جدا، ولكن برضه شافت عذاب او شافت شدائد كتير جدا جدا جدا. النهارده قصتنا عن المعلم ابراهيم الجوهري، وكالعاده مش انا اللي هقول، الكتب هي اللي هتقول. أرخن القبط سلطان قبط مصر نقيب الأقباط المعلم إبراهيم الجوهري وأخوه المعلم جرجس الجوهري. مصدرنا النهاردة أو الحكاية هنعرفها من كتاب عجائب الآثار. ده المصدر اللي أنا أقدر أثق فيه، وبعض المقالات اللي منتشرة على الإنترنت. طبعا شخصية المعلم إبراهيم الجوهري وأخوه المعلم جرجس الجوهري من الشخصيات اللي بكون دايما حريص على زيارتها مع الجروب في جولاتي لما بنكون عند جامع عمرو ومجمع الأديان. عمدة المسيحيين الغرض منها ان هم جميع الطوائف المسيحيه، تمام، لكن هذا لا ينفي اشتراك الرجلين دولت في مهمه جميله جدا، ودورهم كان دور مهم جدا في الوقت ده. قبيل الفتره بتاعه الحمقى الفرنسيه شهدت عصر كسلكه المجتمع المصري. زيارة الضريح بالنسبة لي مش مجرد ان احنا بنتفرج على مكان اثري وخلاص، لا، حكاية صاحب المكان، الحدوتة، السبب في وجود حاجة اسمها مجمع الأديان، السبب في إن في أثر في مكان متحافظ عليه. إبراهيم الجوهري وأخوه جرجس الجوهري من أهم الأسباب اللي خلتنا النهاردة نقدر نروح كنايس مصر عتيقة أو مصر القديمة، إن ما كانش كنايس مصر عموما وديارتها. شخصية فريدة من نوعها، شخصية بجد أعطت لمصر ولكل مصري حق الشرف. إنسان بجد بكون فخور لما بحكي قصة حياته. يا رب أقدم قصة حياته بشكل يكون لائق بيه. نكمل مع بعض. لما ابتدي القصة عايز أقول حاجة. لما بكون في مجمع الأديان وبحكي قصة حياة المعلم إبراهيم وأخوه المعلم جرجس، بنلاقي لوحة عليها شخص ملتحي والتاني بشنب. طبعا عاوز أقول حاجة، الأخ اللي اجتهد وحط تحت اللوحة الشخص الملتحي وكتب عليها إبراهيم الجوهري، وعلى اللوحة الثانية الشخص اللي بشنب وكتب عليها جرجس الجوهري، للأسف هو اجتهاد خطأ. لأن من خلال متابعتي لوحات الحملة الفرنسية أو في الفترة دي، اللوحة الوحيدة الموجودة هي لوحة المعلم جرجس الجوهري، وكان شخص ملتحي وعنده عين ضعيفة شوية عن التانية، وبيدخن في الشبك، أو في لوحة تانية ماسك سبحة. دي لوحة المعلم جرجس الجوهري مش المعلم إبراهيم الجوهري. والشخص اللي عمل اللوحات الموجودة عند الضريح بتاعه أو عند مقبرته في مجمع الأديان هو اجتهاد خطأ جنبه الصواب فيه، لأن مفيش لوحة تخيلية حتى عن المعلم إبراهيم الجوهري. بالتالي احتمال كبير يكون الشخص أبو شنب هو المعلم إبراهيم مش المعلم جرجس. المعلم جرجس هو الشخص السمين اللي ليه لحية وعنده عين ضعيفة شوية عن العين الثانية. العصر العثماني بالنسبة للمصريين ما كانش عصر رخاء وازدهار زي ما البعض بيروج بالسخافات.
المتعثمين قلوبهم معرفش ليه بيستنكروا ان حال الشارع المصري كان تعب، سواء على المسيحيين او المصريين المسلمين او المصريين اليهود. الكل كان عايش في معاناة. في وسط المعاناة دي بيخرج نماذج من المصريين المقتدرين الميسورين اللي بيساعدوا الفقير وبيساعدوا آه الغلبان ان يقدر يعيش. المعلم ابراهيم الجوهري كان من الشخصيات دي. تبتدي حكاية المعلم ابراهيم الجوهري من مدينة او قرية من قرى الدلتا القليوبية تقريبا او الغربية، مش متأكد. والده كان خياط فقير، وهو طبعا ابتدى الحدوته ان هو بيساعد والده في دكانه الخياطه او الحياكه في قريتهم. بعد كده ابوه شجعه ان هو يتعلم هو واخوه في الكتاب. وللعلم في الفترة دي من قبلها كمان من العصر العثماني وما قبله، المسيحيين كانوا بيخشوا الكتاب زيهم زي المسلمين بالظبط، واليهود نفس الشيء. كان في كتاب تابع للكنيسة وكتاب تابع للجامع وكتاب تابع للمعبد. وكان المسيحي بيبقى عنده المام بنمط الخطابة الإسلامي، يعني بيقرأ قرآن عادي، بيكتب قرآن، وكان معظمهم بيشتغل في الدواوين الحكومية أو الأماكن اللي بيبقى فيها كاتب ومحاسب جيد. والحقيقة أن المسيحيين أو الأقباط عموما أثبتوا جدارتهم من حيث الأمانة ومن حيث الذكاء ومن حيث أن هو تقول له المعلومة عامل زي الكمبيوتر. من ضمن الشخصيات اللي كانت يعني بارزة في دور مهنة الكاتب دي كان المعلم إبراهيم الجوهري وأخوه المعلم جرجس الجوهري. اتعلم المعلم ابراهيم الجوهري في كتاب قريته، وطبعا كان الكتاب ملحق او بمتابعه كهنه الكنيسه هناك. ابتدى مع الوقت ان هو يقوم بعمليه نسخ للكتب الدينيه الخاصه بالكنيسه، ومن هنا بطريقه ما قدر يتوصل المعلم ابراهيم الجوهري لانه يهدي نسخ الكتب اللي بيكتبها للبابا يوحنس الثامن عشر. البابا كان بيتقبل النسخ الكتب الدينية ديت، وكان عجبه قوي أسلوب إبراهيم الجوهري وذكاء إبراهيم الجوهري. مع الوقت ابتدى المعلم إبراهيم الجوهري إن هو يسلك الطريق للشهرة. إزاي؟ إنه رشحه انه يكون ضمن فريق الكتبة اللي بيشتغلوا مع المعلم رزق في زمن الامير علي بيك الكبير. وهنا لنا وقفة مع الجبرتي اللي قال عنه عن المعلم رزق في ترجمة الأمير علي بيك الكبير. قال لك إيه؟ وكاتبه المعلم رزق القبطي بلغ في أيامه من العظمة ما لم يبلغه قبطي فيما رأينا، ومن مسقاته كرع المعلم إبراهيم الجوهري، وأدرك ما أدركه بعده في أيام محمد بيك أو بالذهب وأتباعه من بعده. وهنا يقصد إبراهيم بيك ومراد بيك. طبعا كلنا عارفين ان الوضع الاقتصادي في الدولة العثمانية او في العصر العثماني في القرن ال17 والقرن ال18 لم يكن ازهى العصور، بل عكس كان مقدمة لعملية الافلاس اللي حصلت في القرن ال19 والقرن العشرين، اللي كانت فيه الدولة العثمانية في اضعف حالتها. فما بالك حال الولايات التابعة للدولة العثمانية. أعيد الكلام تاني، الدولة العثمانية في اسطنبول أو اسلامبول أو الياستانة مفلسة، فما بالك بحال الولايات سواء مصر، العراق، الحجاز، شمال أفريقيا وغير آخره. الكلام ده أنا بقوله ليه؟ لعدم المكابرة من الإخوة المتعثمين قلوبهم اللي بيفرضوا علينا واقع غير صحيح وغير حقيقي. وبرضه ردا على الجماعة اللي بيدعوا ان المسيحيين في الفترة دي مضطهدين وان المسلمين كانوا في رخاء ونماء والمسيحيين مضطهدين، برضه الكلام ده غير صحيح. المعاناة كانت طايلة الكل بلا استثناء. وهنا التنويه ده لتوضيح حقيقة مش طعن
حد ولا طعن في الدولة العثمانية، لا احنا بنتكلم عن حال الشارع تحت، كان وضعه معاناة ومأساة. المسيحيين كان طبعا في الفترة العثمانية كان عندهم مشاكل ان تقييد الحركة، وده هنذكره بالذات في الفترة اللي حصل صراع ما بين ابراهيم بيك وما بين الدولة العثمانية، مراد بيك وابراهيم بيك والدولة العثمانية، وقدوم حسن باشا قبضان. الشخصية دي قامت بتصرفات عنف تجاه الجميع، قامت بتصرفات مصادرة تجاه الجميع. ما كانش اسلوبه الجاف الظالم الطاغي تجاه المسيحيين فقط، لان من واقع المقالات اللي قريتها عن قصة حياة المعلم إبراهيم أو من خلال بعض المتشددين الأقباط اللي بيحكوا إن المسيحي كان في معاناة وإن المسلم كان منضم لفكرة الظلم وإلى آخره، برضه الصورة دي غير صحيحة. المعاناة طالت الجميع. طيب إيه اللي حصل؟ نرجع هنا قصة المعلم إبراهيم الجوهري ونحكي الحكاية. أولى خطوات المعلم إبراهيم الجوهري في القاهرة كانت من خلال قصر الأمير علي بيك الكبير في منطقة الأزبكية. المعلم رزق بوضعه الاجتماعي الكبير منح لكل أتباعه خصوصا المعلم إبراهيم الجوهري والمعلم فانوس مثلا. الشخصيات دي خدت مكانة اجتماعية مرموقة. ازاي؟ ان المعلم إبراهيم كان مثلا لما كان يروح للمعلم رزق ويطلب منه واسطة أو وساطة لحاجة، المعلم رزق يروح للأمير علي بيك الكبير، الأمير علي بيك الكبير كان بيوافق. كان في مرونة أكبر من المعتاد عليها في الفترة السابقة لفترة استقلال علي بيك الكبير، اللي استقل بمصر بالمناسبة من 1768 لغاية 1773، اللي هي السنة اللي توفى فيها بعد هزيمته من محمد بيك أبو الدهب. اللي عايز اوصله ان علي بيك الكبير نقل نمط التعامل مع المسيحيين من نمط مجحف لا لنمط احترام، والاحترام نابع من مجهوداتهم ومن امانتهم في اداره الامور الاقتصاديه او الاداريه داخل الدواوين. يعني اداهم الثقه وهم اثبتوا ان هم جديرين بالثقه. وطبعا كان ده من حظ المعلم إبراهيم الجوهري أو من حسن حظه بمعنى أدق، ولكن لم يكن يدري المعلم إبراهيم الجوهري إن فترة علي بيه الكبير ومن بعده محمد بيك أبي الدهب اللي في الفترة دي يحصل إن المعلم رزق يتنحى أو يعتزل العمل الإداري ويتولى المعلم إبراهيم الجوهري منصب كبير كتبة مصر. كبير كتبة مصر. والمنصب ده بالمناسبة ما كانش مجرد منصب إداري كوزارة مثلا، لا ده كان منصب اجتماعي كمان، إن كان بيحتل موقع كبير أقباط مصر أو سلطان أقباط مصر زي ما سماه الجبرتي. محمد بيك أبو الدهب لما هزم علي بيك الكبير وعلي بيك الكبير مات وما يطولش في مكانه، كان مولي المناصب اللي حواليه لثلاثة: مراد بيك وإبراهيم بيك ويوسف بيك. وللعلم ان إبراهيم بيك كان زوج أخت محمد بيك أبو الدهب، ويوسف بيك كان زوج أخته الثانية، ومراد بيك كان معاون للاثنين. ابراهيم بيك كان متولي مشيخة البلد، ويوسف بيك كان متولي منصب امير حاج. بعد وفاة محمد بيك أبو الدهب يوصل شيخ البلد
يبقى هو المسيطر على الامور في الدوله، ومعاه يوسف بيك، يتخلصوا من يوسف بيك ويبقى ابراهيم بيك ومراد بيك. ولكن مع ازدياد نفوذهم يحصل خلاف بينهم وبين والي مصر العثماني اللي يتم طرده، وتحصل حرب ما بينهم او نزاع ما بينهم وما بين الدوله العثمانيه. طبعا النزاع ده او الخلاف ده ما كانش ما بين الدوله العثمانيه والبهوات او البايات المستوليين على حكم مصر، لا ده كان بيعم او بيجي على دماغ الكل المصريين، ويمكن المصريين هم اللي كانوا بيشيلوا نار الخلاف ده. توصل سفن حسن باشا قبضان اللي هتشوف صورته على الشاشة لموانئ اسكندرية مع أسطول حربي ضخم. طبعا ينزل مصر ويتقدم نحو القاهرة. هنا مراد بيك وإبراهيم بيك ياخدوا ديلهم في أسنانهم ويهربوا، ويتمكن المعلم إبراهيم إن هو ياخد أخوه المعلم جرجس ويهربوا معاهم على الصعيد. الصعيد هنا كان الملجأ الآمن للجميع، سواء البهوات وسواء الأعيان اللي منهم المعلم إبراهيم الجوهري. هناك في الرحلة دي يتعرف المعلم إبراهيم الجوهري على الأنبا يوسف الأبح، ويلفت نظره إلى أهمية الحفاظ على الآثار القبطية المسيحية المصرية الأصيلة اللي ملهاش مثيل في العالم. ويبتدي المعلم إبراهيم في خلال رحلة هروبه داخل القطر المصري انه يشوف دير الانبا شنودة اللي هو الدير الابيض، يشوف دير اديرة الصعيد والبحر الاحمر عن قرب، ويخش فيهم ويبات فيهم ليالي. طبعا لما انتهت المعاناة وانتهت الازمة يرجع ابراهيم الجوهري او المعلم ابراهيم الجوهري للقاهرة، ويؤمر كل مساعدينه ان هم يعرفوه خبايا الاماكن القديمه، ويعرفوه هي محتاجه لايه بالظبط كصيانه وترميم واعاده تاهيل، وتبتدي رحلته في الصيانه. في الفتره دي يتعرف على المعلم ابراهيم الناسخ والمعلم يوحنا الارمني. الشخصيتين دولت ليهم فضل كبير جدا في ترميم وإعادة تأهيل معظم الأيقونات الموجودة في منطقة مصر عتيقة، سواء في كنيسة فلوباتير أو أبي سيفين، سواء في كنائس مجمع الأديان. المعلم يوحنا الأرمني والمعلم إبراهيم الناسخ، والحقيقة الاثنين برضو يستحقوا حلقة تانية منفصلة لأنهم قاموا بمجهود ضخم جدا. وممكن لو حضراتكم زرتوا المتحف القبطي تشوفوا لوحاتهم في الجناح الخاص بالأيقونات. بالحديث عن فترة الهروب الخاصة بإبراهيم الجوهري، معلم إبراهيم الجوهري، في فترة هروبه يا ترى كان الحال إيه في مصر في القاهرة؟ اللي حصل ان حسن قبضان باشا حسب ما رواه الجبرتي كان انسان طاغية، مارس كل فنون او اتقن كل فنون الظلم والطغيان ضد الجميع، مسلميهم مسيحييهم يهودهم كله، لدرجة ان هو هاجم بيوت المماليك وكان ناوي يبيع ايمائهم ومستولداتهم وزوجاتهم في الاسواق. وده الامر اللي رفضه المشايخ في الازهر، الشيخ شرقاوي والشيخ السادات. ومن ضمن برضو الناس اللي كان حسن قبضان باشا كان عاوز يبيع اسرهم كان ابراهيم الجوهري، كان عاوز برضو يبيع افراد من اسرهم، والازهر او رجال الازهر في مقدمتهم الشيخ الشرقاوي والشيخ السادات رفضوا. وحصل اجتماع مع حسن قبضان بيك باشا مع المشايخ، وكان المتكلم حسب ما ذكر الجبرتي الشيخ محمد السادات. ساعتها حسن قبضان باشا اتزنق وملقاش حيله، قال لهم طب خلاص طالما الامر كده اسيبها لكم وامشي. قال كده ليه؟ لان الشيخ السادات قال له انت جيت ترفع الظلم، جيت
تحل مشكلة ما بينكم وما بين المماليك. حسيت ان في حاجة غلط او شايف ان في حاجة غلط تعدلها، لكن تنزل على المصريين تبيع نسوانهم وتبيع اهاليهم وهم في غيبة، لا، لا يحل لك. خاصة الناس ما عملتش حاجة تستدعي او ما فيش جرم يستدعي ان انت تبيع اهاليهم، ده كده ظلم. حسن باشا قبضان انزعج جدا وقال لهم لا، وكان كده انا هسيبها لكم وامشي. طبعا ما حدش رد عليه، عايز تمشي بالسلامه. حسن قبضان وصل بيه الجرأة ان هو كان عاوز يهجر اصحاب البيوت المسيحيه واليهود. حسن قبضان باشا اعاد احكام اللي كان قايلها الحاكم بامر الله ومن بعده بيبرس جاشنكير، اللي هي ان المسيحي ما يركبش دابه، المسيحي واليهودي عفوا المسيحي واليهودي ما يخشش حمام في وجود المسلمين، المسيحي ما يركبش مش عارف ايه، يلبس ايه، الاوامر او الامور اللي هم نفسهم مش عاملينها في اسطنبول ولا يجرؤ ان هو ينفذها. ليه؟ لان الناس هناك بيعيشوا في نمط علماني مدني، بيحترموا القناصل، بيحترموا اوروبا، لكن بيجوا عند اهالي البلد او اهالي الولايات ويمارسوا عليهم افظع او اشد امور التطرف والتشدد. والكلام ده واقع، والتاريخ هو اللي بيثبت، ومش انا اللي بقول، الكتب هي اللي بتقول. المعلم ابراهيم كان مخلف ولد وبنت، يوسف ودميانه. يوسف كان شاب ودميانة شابة جميلة، ربنا أكرمه بيهم وكانوا حسن التربية. لما حسن قبضان باشا استدعى أسرة إبراهيم الجوهري علشان يقررهم على أماكن الخبيئة. الخبيئة دي عبارة عن إنه كان بيكنز حاجات بيشيلها للزمن، فلوس، أواني، مجوهرات، أيا كان بيخبيها الوقت عوزة، وبيخبيها ان كانت فترة العثمانيين معروفة ان في اي وقت ممكن اي حد من الامراء او من البكوات او من الاغوات يهاجم بيتك وياخد منه اللي هو عاوزه. وبرضه الكلام ده كان على المسلم والمسيحي واليهودي، ما فيش فئة معينة تأمن على بيوتها طوال الفترة دي او طوال الفترة اللي سبقتها اللي هي فترة المماليك على فكرة. المهم ان تم مصادره اموال المعلم ابراهيم الجوهري بالكامل، او اللي كانت تعرفها زوجته، الاماكن اللي تعرفها زوجته. بعدها للاسف قام بتعذيبهم وبضربهم الى ان اقروا باماكن خبايق تانية او حاجات تانية مخبيها، ويحصل الصلح ويرجع ابراهيم الجوهري واخوه المعلم جرجس الجوهري للقاهره. رجع المعلم ابراهيم الجوهري واكتشف او عرف ان موضوع المصادرات اللي حصلت لامواله والاهانه والتعذيب اللي طال اسرته، والحقيقه ان هو كان ايجابي جدا وتخطى الموضوع وما تجاوزه، وطبعا ما عملش او ما تعاملش مع الناس اللي حواليه بغل ان هو هاخد طاري ويذل اللي حواليه ويعملهم وحش. بالعكس كان انسان متسامح جدا جدا جدا، وكان واعي ان الناس اللي عايشه حواليه جيرانه سواء اليهود او المسلمين ما لهمش ذنب، وانهم طالهم من الحب جانب، قصدي من العذاب جانب. معلم ابراهيم كان كل موسم رمضان يجمع اكياس وصناديق بيبقى فيها سكر وحلويات وشمع، يهدي الجوامع ويهدي المعابد، يبعت للفقراء ويبعت للأعيان، يبعت لكل اللي حواليه كنوع من انواع الهدايه او كنوع من انواع الهدايا اللي تحبب القلوب في بعضها، نوع من انواع التسامح والجمال الاجتماعي. معلم ابراهيم كان بيعطي الجميع بلا استثناء. المعلم ابراهيم ومن بعده اخوه المعلم جرجس الجوهري كان طبعهم في كل المواسم ابداء او افشاء السلام. كانت ناس بتتعامل مع الجميع من مسافه واحده، السلام، وان جنحوا للسلم فاجنح لها.
ده كان مبدأه. معلم إبراهيم لم تأخذه مشاعر الغرور والثقة في منصبه. يحكى إن في مرة أخوه كان في واحد من جيرانهم مجهول طبعا، ما نعرفش إن كان مسلم ولا مسيحي ولا حتى يهودي. المهم ان في حد من الشباب اللي حواليه في الجيران كان بيضايقه في الرايحه والجايه، اخوك في كذا وفي كذا. فراح لاخوه المعلم ابراهيم واشتكى له، قال له انت لازم تشوف لك حل، احنا مش شويه في البلد، انت نقيب الاقباط ولازم تجيب لي حقي. فاخوه قال له طبعا انا لازم اجيب لك حقك. وكان تصرف المعلم ابراهيم ان هو راح للشاب اللي بيضايق اخوه واعطاه هديه واسترضاه، يعني بمعنى ادق اشترى خاطره. بعدها يتفاجئ المعلم جرجس اخو المعلم ابراهيم الصغير ان هو معدي الشاب ده، بيقوم يقف ويحترمه ويسلم عليه. الله، وايه اللي حصل؟ فافتكر ان اخوه هدده او بعد جابه وضربه مثلا او عمل معاه حاجه. لما راح لاخوه وبيحكي له بالموقف ان الراجل شفته احترمني وقام وقف لي وسلم عليا وكذا، انت عملت معايا؟ قال له ابدا، اشتريت خاطر، اعطيته هديه. ليه؟ الدرس ده مهم جدا، ان انت لما بتدي انسان غيران منك او حاسد ليك، مش حاقد، حاسد ليك على الخير اللي في ايدك وتعطيه من الخير ده، نفسه بتهدى وكل مشاعر الغيرة والحسد اللي جواه بتنطفي، وبيبقى حاسس من ناحيتك ان انت انسان حلو او انسان كويس، وبيبتدي يبادلك مشاعر المحبة لان انت سبقت واشتريت خاطره بالمحبة. مش موضوع فلوس ولا كسر عين، لا، ده عطاء. وده كان درس مهم جدا من دروس المعلم ابراهيم الجوهري. معلم ابراهيم كان ليه ديوان قريب من حارة زويلة. الديوان ده كان المكان اللي بيجتمع فيه مع الكتبة بتوعه ويعدوا الدفاتر وكذا. وكان عقليته في الحسابات والإدارة عقلية فذة، مفيش رقم يسجله وينساه أبدا، مفيش خبر يسجله وينساه. عارف مكان كل حاجة، وعارف توقيت كل حاجة، وعارف الأسعار والكميات في المخازن إيه، ومين عنده إيه، والدين ده عند فلان كذا، وده كذا وده كذا وده كذا وكذا. بالتالي محتاج تحت ايده فريق ينجز، فريق جد في العمل. كانت قدامه عقبة. طبعا معروف ان الاخوة المسيحيين بيحبوا يشتغلوا مع بعض من ملة واحدة، يعني كل فريق بتلاقي دايما او في اغلب الاوقات صاحب العمل مسيحي، بيبقى اغلب العاملين معاه مسيحيين، طبعا لتقارب الثقافة مش اكتر. في يوم من الايام اكتشف ان الكتبه اللي معاه بيتاخروا. طيب ليه؟ لان في كنيسه العذراء اللي ناحيه حاره زويله القمص ابراهيم عصفوري بيطول في القداس بتاع الصبح. فالمعلم ابراهيم الجوهري استسمحه او بعت له رساله يترجاه فيها ان هو يختصر شويه في القداس عشان في مواعيد شغل. ف لما المرسال اللي راح للقمص ابراهيم بيقول له والله المعلم ابراهيم بيقول لك نستسمحك تنجز او تاثر وقت القداس علشان في شغل. فالقمص ابراهيم انفعل وقال له المعلم في السماء واحد، والكنيسه لله مش لاحد، وان كان مش عاجب المعلم ابراهيم يبني له كنيسه لحاله. معلم ابراهيم لما سمع الجواب او الرد ابتسم، وما كان منه انه فعلا بنى كنيسه صغيره ملحقه بكنيسه العذراء مريم اللي في حاره زويله. الكنيسه دي خصصها تكون علشان العاملين معاه، علشان ما يكونش وقت القداس طويل ويتأثر على أدائه في العمل. طبعا الدافع هنا مش دافع للعملية
فقط، ولكن دافع الامانه، اللي هو راجل ملتزم بعمله كما هو ملتزم بدينه. وكان اول واحد يروح يبارك افتتاح هذه الكنيسه الصغيره الملحقه بكنيسه العذراء مريم هو القمص عصفوري او القمص ابراهيم عصفوري، وقال له: نحمد الله او الحمد لله ان غضبك كان سبب في بناء كنيسه جديده يا معلم ابراهيم. كلنا عارفين حكايه نجيب الريحاني او المشهد بتاع نجيب الريحاني بتاع الشحات اللي يقابله كل يوم الصبح ويقول له: لله مراتي حامل وبتولد، وهو راجل عجوز. فنجيب الريحاني يرد عليه ويقول له: بقالك 30 سنة بتشحت مني وتقول لي ان مراتي بتولد، هي هتولد امتى؟ نفس الموقف ده حصل مع المعلم ابراهيم الجوهري، ولكنه لم يحرج السائل، ما قالوش مراتك او كذا، ولا اظن ان الشحات كان بيقول له مراتي بتولد، ولكن كان بيستناه عند كل مكان داخل او خارج فيه ويقول له: اعطيني لله انا محتاج، والمعلم ابراهيم يديله، ما بيستخسرش فيه. فدي برضو من عوامل الخير، سواء خير سواء حصل او ما حصلش، احنا مش بنتكلم في كده، ولكن ده جانب ايجابي في انه هو كان راجل معطاء. ولكن هل فعل الخير ده او الصبر على المحن يتوقف عند المرحله دي؟ بالتاكيد لا. في يوم من الايام كان ابنه يوسف مقبل على الزواج، وتم تجهيز الفرح، وطبعا بصفة ان ابراهيم الجوهري من كبار اعيان مصر وكبير اقباط مصر او مسيحي مصر، الفرح كان كبير وتقيل، وحضره الوالي وشيخ البلد واعيان مصر المحروسة بالكامل. يجي واحد يميل عليه ويقول له في ودنه: ابنك مات. طبعا كان خبر صدمة، ولكن يستقبله المعلم ابراهيم بصمت وذهول، صمت الصبر. هل ده جزاء المعلم ابراهيم؟ لا، ده مكافأة من عند الله سبحانه وتعالى، ان دي اللحظة اللي بيبان فيها معدن الانسان ان كان هيصبر ولا يكفر. بالفعل المعلم ابراهيم الجوهري يصبر على المصيبة، وموت ابنه ما يكونش لحظة ينهار فيها، بالعكس تمسك جدا، وهو اللي دعم اسرته ان هم يتحملوا الخبر السيء. ويعني من صبره ابنه كان عامل له مكان ملحق في البيت او شقه بالبلدي في مكان عالي يطلع له بسلم. من شدة الحزن أمر إن السلم ده يتهد وتفضل شقة ابن يوسف مقفولة على العفش وعلى الجهاز. طبعا كان عفش وجهاز حاجة مفتخرة بصواني نحاس وحاجات فيها مصاغ ذهب إلى آخره. محدش دخل المكان ده إلا بعد وفاة المعلم إبراهيم الجوهري، وتقريبا كان في فترة الانقلاب أو الانقلابات اللي عصرت خروج الحملة الفرنسية أو بعد خروج الحملة الفرنسية. يعني احنا بنتكلم المعلم إبراهيم توفى 1795، الحملة الفرنسية خرجت 1801، يعني الشقة دي اتفتحت بعد 10 سنين من وفاته. يتوفى المعلم إبراهيم الجوهري في سنة 1201 هجري، الموافق ل 31 مايو 1795. شخصية جميلة أعادت الحياة لوجدان الآثار القبطية المسيحية المصرية، أعادت الحياة لوجدان المواطن المصري الفقير الغلبان المسكين، أعادت الحياة لمفهوم إنسان قادر على العطاء، لمفهوم إنسان قادر على الصبر. المعلم إبراهيم مثال مصري نقي. أتمنى أو أدعو كل واحد يزور مجمع الأديان، يزور قبر أو مقبرة المعلم إبراهيم والمعلم جرجس الجوهري، اللي بالمناسبة المعلم جرجس برضه محتاج حلقة لوحده، لأنه عاصر فترة من أصعب الفترات على اللي مرت أو عاصرها الشارع المصري. المعلم إبراهيم ما كانش شخصية
عادية علشان ننساها. أدعو كل شخص يزور المتحف القبطي يتأمل سبب وجود مجمع الأديان على قيد الحياة. كل إنسان ينزل يزور كنيسة أبي سرجة، لا، قبل ما تخش يمين على كنيسة أبي سرجة خش شمال، على شمالك في باب، خش على طول في أول يمين في تاني شمال أو في أول شمال. ده مكان مقبرة المعلم إبراهيم الجوهري وأخوه المعلم جرجس الجوهري. لازم تزوروهم ولازم تحيوا ذكرهم، لأن الناس دي تؤكد وتثبت ان مفيش حاجه اسمها النسيج الوطني وشركاء الوطن، لا، دي تثبت ان كلنا واحد، كله طرش الدم من نفس المنبع، كله عانى مع بعضه وكله زي بعضه، ده زي ده. وفي الاول وفي الاخر كلنا اقباط مصريين، كلنا من نسيج الوطن، كلنا نمتلك الوطن، كلنا. وهنا أحب أقول بيت شعر أو نبذة من بيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي: كن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. خلص الكلام بالتمام. السلام عليكم.